طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الإثرية، معكم فيها شهاب رأي والمستهل بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس يفتتح مهرجان إريتريا 2018. وزارة التعليم تقيم أنشطتها السنوية. تسيير أنشطة نفير تنوي في مديريتي أفعبة وشامبو. ميركل تصل غانا في إطار جولتها الأفريقية. مقتل العشرات في اشتباكات بين الميليشيات بطرابلس. وتوقعات بتفاقم الجفاف في أستراليا. مرحبا بكم. افتتح فخامة الرئيس السياس أفورقي اليوم 31 من أغسطس الجاري المهرجان الوطني لعام 2018، وجاري فعالياته في ساحة الإكسبو تحت شعار السلام للتطور المستدام. وشارك في مراسم الافتتاح الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة والسلك الدبلوماسي المعتمد في إريتريا والضيوف المدعوين، إضافة إلى جماهير كثيرة قدمت من الأقاليم للمشاركة في المهرجان الوطني. وتفقد فخامة الرئيس السياس أفورقي بعد الاستقبال الحافل بالرقصات الشعبية للقوميات الذي حظي به فخامته، تفقد عروض القاعات والبرامج التعليمية والترفيهية، إضافة إلى العديد من البرامج التي تعكس الحياة المعيشية للشعب الإريتري، حيث قدم له توضيحا مسهبا من المشرفين على تلك البرامج. كما نظمت مأدبة فطور على شرف فخامة الرئيس إسياس أفورقي والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة والضيوف في هدمة للمأكولات الشعبية التابع للإقليم الأوسط. وأوضح مدير مكتب لجنة تنسيق الاحتفالات الوطنية السيد تسفاي برهي لوكالة إيرنا أن محتوى مهرجان 2018 استثنائي ويعكس مرحلة السلام الجديدة المبشرة، داعيا الشعب لتفقد عروض المهرجان والتعرف عن كسب على فلكلورهم الشعبي وهويتهم. وصل وفد إريتريا عالي المستوى المكون من معالي وزير الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار فخامة الرئيس السيد يماني جبراب، وصل يوم أمس 30 من أغسطس الجاري إلى روسيا الاتحادية بزيارة عمل رسمية تستغرق 3 أيام. وتباحث وفد إريتريا عالي المستوى اليوم في مدينة سوشي مع وزير الشؤون الخارجية لروسيا الاتحادية السيد سيرجي لافروف حول تعزيز العلاقات الثنائية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. عقدت وزارة التعليم في 29 و30 من أغسطس الجاري في العاصمة أسمر اجتماعا لتقييم أنشطة فروع الوزارة في الأقاليم ومدرسة وارساي إكالو الثانوية ومركز التدريب المهني في سوا. وقدمت الاجتماع مداخلات حول الأعمال المنفذة في العام الدراسي 2017 و2018 وتطورات تلك الأعمال بالنظر إلى التحديات التي واجهتها، كما قدم شرحا مفصلا حول أعمال التشجير والأنشطة الأكاديمية. وتناولت التقارير أيضا بالتفصيل التحديات التي تواجه سير الأعمال في بداية العام الدراسي وتوسيع خدمات تعليم رياض الأطفال وأهميتها وتطور تعليم الكبار وجودة التعليم الأكاديمي المحلي وكفاءته والأسباب التي تؤدي إلى تدني نتائج الطلاب وأهمية الأنشطة الطلابية الاجتماعية منها والثقافية والرياضية، وكذلك أهمية وتحديات المكتبات العامة في المدارس، إضافة إلى دور الشركاء في الأعمال التعليمية وغيرها من الموضوعات الهامة. وأشار الاجتماع إلى أهمية ترسيخ ثقافة التشجير في أوساط الطلاب ودورها الفعال، كما ناقش البرامج التعليمية التي تتطلب التركيز والمسؤولية المهنية والأخلاقية للمعلمين، وكذا العمل على ضمان اهتمام الطلاب بالعملية التعليمية واتباع لوائح تقييم الأنشطة الأكاديمية، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة على العملية التعليمية. وقدم المشاركون مقترحات وآراء بناءة من ضمنها أهمية وضع خطة عمل في كل المجالات ووضع قوانين ولوائح لتوجيه أنشطة المدارس والتعرف على آراء الشعب فيما يتعلق بالخدمات التعليمية وتفعيلها، والاستعداد المسبق للتطورات التي تؤثر سلبا على الطلاب في المرحلة الراهنة وغيرها من التوصيات والمقترحات. وفي الكلمة الختامية التي ألقاها وزير التعليم السيد سمر الرؤسوم، ذكر بأن مخرجات الاجتماع بينت معلومات هامة تتعلق بالعملية التعليمية، كما أبرزت المهارات التي تساعد على مواجهة التحديات، معبرا عن أمنياته الكبيرة لإيجاد حلول للمعوقات والصعاب وتنفيذ أنشطة التعليم الأكاديمي بفعالية.
دعا المدير العام لقسم التجارة المحلية بوزارة التجارة والصناعة السيد موغوس ولد ميكيل في اللقاء الذي أجراه مع وكالة إيرنا، دعا أصحاب المرافق الخدمية لاستخراج الرخص التجارية وتجديدها في أوانها والتقيد بقوانين الوزارة. وقال السيد موغوس إن الرخص التجارية تساهم في تطوير الأنشطة التجارية، موضحا الخطوات الرئيسية التي يجب أن يتبعها أي مواطن لامتلاك الرخصة التجارية، مؤكدا فتح فروع في كافة أقاليم البلاد لإنجاز ذلك، حيث توجد في كافة أرجاء البلاد 50,500 مؤسسة تجارية نشطة تمتلك رخص تجارية. وأفاد بأنهم يعملون بالتنسيق مع الجهات المعنية من المؤسسات الشريكة للحد من عمليات التأخير التي كانت تظهر أثناء التجديد، مما ساهم في الحد من تلك الظاهرة. وفي رده على استياء أصحاب المحال التجارية وقولهم إن فرع القانون والنظام يقوم بإغلاق المؤسسات التجارية دون معرفة قسم التجارة المحلية، أكد السيد موغوس بأنه لا تتخذ أي خطوات للإغلاق دون معرفة مكتبهم، وأشار إلى أن قسم التجارة المحلية يصدر تعليمات لفرع القانون والنظام لاتخاذ الخطوات الضرورية في حال ارتكاب المخالفات كعملية التأخير في تجديد الرخص والقيام بأنشطة تجارية غير قانونية وفرض زيادة في الأسعار وإيجار المؤسسة التجارية دون معرفة القسم وغيرها من المخالفات والنواقص. وأوضح بأن الخطوات المتخذة تختلف على حسب المخالفات، حيث تؤدي بعضها إلى التقديم إلى المحاكم العليا داعيا التجار للحد من مخالفة القوانين واللوائح. وأضاف أنه ورغم أن كل مواطن له الحق في تأجير الرخصة التجارية الخاصة به، إلا أن هناك إجراءات قانونية يجب أن يتبعها المؤجر والمستأجر، وفي حال مخالفة ذلك يتعرض الشخص للمساءلة القانونية. وفي الختام نوه المدير العام لقسم التجارة المحلية بوزارة التجارة والصناعة السيد موغوس ولد ميكيل، نوه أصحاب المؤسسات إلى ضرورة الاستفادة من الرخص التجارية المقدمة لهم وإلغائها في حال عدم الاستفادة منها، موضحا بأن الأنشطة التجارية الجارية دون استخراج الرخص التجارية والمؤسسات التي تغلق دون معرفة قسم التجارة المحلية وتغيير تخصص رخصة التجارة دون معرفة القسم وغيرها من المخالفات هي التي يتوجب الحد منها. عقد في 23 من أغسطس الجاري في مدينة غونية مؤتمر شارك فيه ممثلي الشعب لبحث الاستفادة من مؤسسات الخدمات الاجتماعية وخاصة الخدمات التعليمية والصحية. وفي التقرير الذي قدم بخصوص الخدمات التعليمية أوضح بوجود 17 مؤسسة تعليمية في المديرية مع مدرسة موغرايب الداخلية بداية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، إلا أن المشاركة في التعليم لم تصل إلى المرحلة المطلوبة. وبموجب ذلك قدمت دعوة لتعزيز دور الأعيان والجهات المعنية في الدفع بالأطفال الذين بلغت أعمارهم سن التعليم النظامي إلى مائدة التعليم. وأشار التقرير بخصوص الخدمات الصحية إلى أن الخدمات التي تقدمها عيادة غونية ومركز صحي منطقة تقاودة، إضافة إلى المهام الصحية التي تنفذ بواسطة ممثلي صحة القرى، ظلت تحقق دورا ملموسا في ضمان صحة المجتمع، لا سيما السيطرة على الأمراض المعدية ونجاح برامج التطعيم. وفي الكلمة التي ألقاها مدير مديرية غونية السيد تسفألم بهتا، أوضح فيها بتدني الاستفادة من الخدمات الاجتماعية مقارنة مع تعداد الشعب وانتشار تلك المؤسسات، مناشدا بضرورة بذل جهود منسقة لتطويرها وتحمل المجتمع لمسؤوليته فيما يتعلق بزيادة مشاركة الطلاب في مائدة التعليم، فيما أوصى وزارة الصحة لمنح اهتمام أكبر لحل أوجه القصور في المؤسسات الصحية المنتشرة بالمديرية. نظم سكان ضحية فلكت في مديرية أفعبد أنشطة نفيرية لصيانة الطرق ومساعدة أبناء الشهداء والمزارعين المحتاجين. وقد أنجز حتى الآن عبر النفير الجاري في الأسبوع مرتين بمشاركة أكثر من 300 مواطن وأعضاء الجيش الشعبي بإشراف الخبراء، أنجز صيانة جسر جرفته السيول. ووضح مراسل إيرنا بأن سكان مناطق فلكت وقلامت وفلق وقطير نظموا نفيرا لصيانة طريق المواصلات ومدرسة للرحل، إضافة إلى مساعدة الأسر المحتاجة. وتقع ضحية فلكت التي يقطنها أكثر من 8000 مواطن تقع على بعد 15 كيلومترا من مدينة أفعبت من ناحية الجنوب الغربي. في غضون ذلك نظم سكان منطقتي شامبوكو وبشوكا نفيرا لصيانة الطريق بشيكا شامبوكو بارنتو الذي كان يشكل صعوبة الحركة للمواصلات. وأشار مراسل إيرنا بأن العمل أنجز بالطاقة العضلية ومساعدة السيارات.
وذكر المشاركون في النفير بأن الطريق يعد عصب حياتهم اليومية، وأن عمليات الصيانة الجارية فيه مؤقتة، مما ينبغي إجراء صيانة أساسية وهامة، مؤكدين جاهزيتهم للقيام بما يطلب منهم. مشاهدينا فاصل ثم الأنباء على الصعيد العالمي. وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى قانا في إطار جولة خارجية لها تشمل زيارة 3 دول غرب أفريقيا، وتهدف إلى تعزيز الاستثمار في منطقة تشكل مصدرا رئيسيا للمهاجرين الذين يتوجهون نحو أوروبا. وذكر الشبكات الإخبارية أن ميركل ستجتمع مع الرئيس نانا أوكوفو آدو خلال زيارتها الحالية لأكرا، مشيرة إلى أنه يرافقها وفد من كبار المديرين التنفيذيين الألمان للمساعدة في تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين. وتوقفت المستشارة الألمانية في السنغال في مستهل جولتها الحالية، كما أنه من المقرر أن تتوجه أيضا إلى نيجيريا التي تعد أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان وأحد أكبر منتجي النفط في العالم. يشار إلى أن المستشارة الألمانية قد ركزت خلال الأعوام الأخيرة على الجانب الأفريقي في دبلوماسيتها، معولة على بلدان القارة لاحتواء تدفق المهاجرين نحو أوروبا، وهو ملف بالغ الحساسية في ألمانيا. تقول السلطات الليبية إن عشرات الأشخاص قتلوا وأصيب مئات آخرون هذا الأسبوع في اشتباكات بين الميليشيات المتصارعة في العاصمة طرابلس، والتي اندلعت في الضواحي الجنوبية للمدينة. وقال سكان محليون إن عددا من الأسر لا تزال عالقة بسبب الاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة، من بينها الصواريخ والدبابات والرشاشات المضادة للطائرات. وحث سفراء فرنسا وإيطاليا وبريطانيا في ليبيا في بيان مشترك حث الجماعات المسلحة على الدخول في حوار سلمي. وترى عدد من الدول أن استقرار ليبيا ضرورة لمواجهة تهديدات إرهابية. قالت هيئة الإرصاد الأسترالية إن الساحل الشرقي للبلاد سيشهد طقسا جافا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على الأقل، ما يفاقم جفافا أتلف محاصيل وزاد من الصعوبات التي يواجهها المزارعون لمواصلة نشاطهم. وفي أحد توقعاتها للطقس التي تغطي 3 أشهر، أكدت هيئة الإرصاد أن هناك احتمال نسبته 30% فقط أن يتخطى هطول المطر متوسط مستوياته في أغلب مناطق الساحل الشرقي خلال الربيع الذي يستمر من سبتمبر حتى نوفمبر. وإذا زاد الجفاف سوءا، فمن المنتظر أن يعاني قطاع الزراعة الأسترالي تلف مزيد من المحاصيل، وبدأ بالفعل بعض منتجي الطعام في الحصول على إمدادات من غرب أستراليا بعد أن عجزوا عن تدبير ما يكفي من الحبوب من الساحل الشرقي. شاركت كلاب أصحابها في سباق للسباحة والركض بجزيرة راب في البحر الأدرياتيكي بكرواتيا. وفاز بالسباق كلب يدعى بوني، وهو مهجن عمره 5 سنوات، ليربح هو وصاحبه عطلة لمدة يومين في مخيم على الجزيرة. وشارك في السباق نحو 15 كلبا رياضيا من مختلف الأحجام والألوان مع أصحابها. وبالنسبة للكلاب التي تهتم بالمتعة أكثر من الرياضة، نظمت سباقات أخرى لأسرع كلب في الأكل أو تناول نوع معين من الآيس كريم أو الجعة الملائمة للكلاب. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.